العميل ديال العمالة المحمدية. إلا ما سمعتيناش وما سمعتيش صوت الشعب وما سمعتيش الرعاية ديال صاحب الجلالة راك مخطئ. هذا الشعب هذا كل سنة كيتعاود نفس السيناريو. تختار العزيز وتاخذ الزين راحت لابو الغيرة ورفعت الراس وطفت وائل الشمعة ودرت العين. يا يما يا يما انت صح طحت بس طحت خيال، انت صح طحت بس طحت خيال، ودمك بلف رقبه وشاربك دين. شقل امك واخوتك ما يسكتون وتقل الخال شاخويا الولد وين الولد وين الولد وين. بعد ما اشوف طولك من يمر اي بعد ما اشوف يا يما ما اشوف طولك من يمر، وبعد رحل وائل المن تضحكين يا عين يا عين. اخ يما ربي تحقر باير ايده يا حيدور البورطابل بنجيبه وما علموش والدي خلاهم يروح جبتوا يعوش في طلب عبد الله ساعه ونص وهو يروح الشاطئ. وانت واحدنا قال خلاهم عندو لاكارت وعندو كل شيء يعلمونا يجيو يعلمونا خويا باش نداو طلعوا فوبيا. حيدوا لي المكان حيدوا الميت خويا جاني التليفون وخدينا دور طيحه قال لك حق مرته اللي قايد كوسطه يلا جديد ما عارف والو ديروا في المحضر. كان راكب في طريق بورطه كيصاحبوا ما عندوش الوالدين، عنده العائله وعنده الوالدين وعنده حبابه اللي كيوقفوا معاه. الواحد لا دار جديده كيعيطوا عليه هيدا يحيدوا لنا لاكارت ونولوا المويتين مجهولين. كيقول لك ديري لاكارت كيتسحقوا حقي والدي ورجال الشرطه واصحاب البوليس لا بلا احنا اليوم امام الوقايه المدنيه في المحمديه كنحملوا المسؤوليه ديال عدم التبليغ ديال الضحيه اللي مات نتيجه حادثه السير. وهذا السيد مات وتضرب نهار الجمعه ووالديه كيسولوا السبيطارات كيسولوا الامن لا حد كيقول لهم حتى شي حاجه ما كاينه. هذه الاداره العموميه اللي خطب بها سيدنا. النتيجه الثانيه كيستلبوا ليه الممتلكات ديالو كيتبلغوا دارهم بعد يومين من الحادثه بالوفاه ديالو. ودي وفاه غامضه وبغينا بالجهات المسؤوله وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو نحملوها الاول الامن مصلحه حوادث السير عدم تبليغ عائله الضحيه، نحملوها الوقايه المدنيه اللي سلبت لي الممتلكات ديالو، نحملوها المستشفى اللي نكروا عدم دخول الضحيه للمستشفى. هذا عيب وعار، هذا عيب وعار من بعد يومين من الخطاب ديال صاحب الجلاله. هاد الناس كيستحمرونا، هاد الناس كيحسبونا حنا درجات ولكن هما راه غالطين. الشعب شوفوا واش قدر يدير، شوفوا واش قدر يدير الشعب، قدر يوقف الشارع وقدر يدير بزاف حوايج. الا بقيتو تستحمروا قدر يركل. اجي في خدمه الشعب البوليس في خدمه ريوسهم وفي خدمه شرب القهوه. الفقراء عاد تشوف الظلماء يا ملك الفقراء
ساكنة الرشيدية من ضمنهم أنا لأن كتحفظ الوالدة ديالي تما. مشيت بالأمس لهاد الوالدة تنتفاجئوا بواحد الحادث سير اللي تعرض له واحد الشاب اللي هو خالد الحبيب ابن الحي في عمره 30 سنة. تعرض الحادثة يوم الجمعة مع واحد الموتور اللي كان تيسطيه قصير، واللي غريب في الامر هو ان الوالدين ديالو مشاو سولوا في مستشفى مولاي عبد الله، قالوا لي بان الاسم لا يوجد من ضمن الحوادث. اذا به كيتفاجئوا نهار السبت بالليل بان الابن ديالهم في المستشفى بن رشد بالدار البيضاء حاله خطيره. ملي توصلوا للحادثه تنبؤوا بالوفاه ديالو يوم الاحد مع 11 ونص النهار. هذه الحادثه اللي اليوم احتجاج لان هذا قدر الموت بقدر الله يرحمه، والاسباب متعدده. هذه السكينه والشباب اللي الاصدقاء ديال المرحوم لهذا الاستنكار وهذه الوقفه الاحتجاجيه من اجل ما تعرض له المرحوم من الامتعه اللي كان متواجده في الجيب ديالو. هاتف النقال اللي اغتال سولي ما عرفناش شكون سميتو، وكذلك خالد مشاهدات دم خالد مشاهدات دم خالد مشاهدات. شوف الشفراء مليك الفقراء، انا نشوف الشفراء مليك الفقراء، انا نشوف الشفراء مليك الفقراء، انا نشوف الشفراء. لا اله الا الله لا اله الا الله. بعض المواطنين تصوروا الحادثه وعطاو الاهل ديالو الفيديو كيتبين لك بان الهاتف النقال متواجد بالسروال ديالو لان الحجم كبير. لانه المستشفى مولاي عبد الله تيقول لكم ودي راه الوقايه المدنيه عطاونا غير مبلغ مالي تقريبا ديال 25 درهم. للاسف هذا الشيء اللي كيتعرضوا ليه هاد الناس اللي تعرضوا للحوادث غدا توقع لي انا توقع اي مواطن. يعني هذاك الوقايه المدنيه راه مؤدي القسم لان لابس لباس اللي هو ديال الدوله، خص يكون قد المهام. وهذه رساله للوقايه المدنيه. هذوك الناس اللي تيسوقوا سياره الاسعاف فيهم ناس غير مسؤولين. كيفاش كتخصصوا ثلاثه اجهزه؟ الجهاز الوقايه المدنيه كيقول لك بانه اختلت المحتويات ديال الضحيه. الاهمال كان من مستشفى مولاي عبد الله، كان تقصير من الامن الوطني في قسم ديال الحوادث ما بلغوش عائله الضحيه. هذا المشكل ديال الامن الوطني حنا سمعناه البارح، سمعنا حتى شي وشايه كاذبه على اساس بان المحضر تبدل. داروا بان الدري كان راكب مع الموتور، ولكن هذا الشيء كله كان شي تناول الاخ ديالو الاخوان ديالو مشينا للديمومه واتصلنا برئيس الامن اللي كان في مستوى. تلقينا واحد الضابط ماشي هو اللي محرر المحضر وجبد لنا المحضر وقرا علينا قال بان اساس الاخ ديالو بان المحضر فيه السيد كان قاطع ماشي ضربوا في، يعني كان المحضر غير هو ما كانش ما معتقلينش ما محجزينش الدراجه الناريه. الشعب تحيا والحياة
والبوليس ما بلغوش. الشعب في خطر، هذا عيب هذا عيب. ولاد الشعب في خطر، هذا عيب هذا عيب. ولاد الشعب في خطر، هذا عيب هذا عيب. ولاد الشعب في خطر. شمالكنا الى رمضان. الرساله اللي بغيت نوصل السلطات المحليه من مدينه المحمديه او المحمديه يوجب بان هذا المندوبه ما خداماش، راه كاين اكثر من 3000 شكايه. المدير اكبر مستفيد تيافق مع الناس الشاوات الاتلافات ولا بغيتو نكبر الموضوع راه بيوت فيها عمل هنا كالير إلا قالوا نحطوا فيها شيء يعطينا إمكانية نتمشوا. شوف يا ملك، شو واحد ما يتملك. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.